السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم، وشكرا بجد لكل كلامكم الحلو على اخر فيديو. مبسوطة بجد قوي انه عجبكم، وكمان شكرا لكل حد جديد اشترك معايا في القناة ونورني. وكالعادة بجد وجودكم معايا شرف كبير ليا. رجعت لكم بقى النهاردة في فيديو جديد، فيديو مشتريات الاسبوع، من الخضار بقى وبالفواكه وكل الاسعار والتفاصيل. تعالوا بقى نشوف يعني جبت ايه مع بعض بالاسعار وكل حاجة، علشان كمان لو حابين تاخدوا فكرة قبل ما تنزلوا تشتروا. نبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله محمد. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. تعالوا بقى كده اول حاجة وهنبدأ بالطماطم. وعايزة اقول لكم الطماطم في السوق كله بصراحة مش احسن حاجة، ده غير طبعا ان بقالها فترة كبيرة جدا وسعرها واقف على 20 و25 جنيه. وكمان زي ما انتم شايفين يعني هي طرية وحتى الجامدة فيها مش جامدة قوي ومش حمرة طبعا زي الطماطم الحلوة اللي كنا بنشتريها الفترة اللي فاتت. معرفش بقى ده من الحر بقى ودرجة الحرارة والرطوبة العالية ولا ايه، بس هي بصراحة يعني في السوق كله الطماطم بنفس الطريقة. انا جبت دولة كده للطبيخ 2 كيلو، عاملين 30 جنيه. طبعا سعر الكيلو لوحده ب20 و25 جنيه، ولكن دي طبعا كانت يعني مستوية شوية زي ما انتم شايفين، وفيها برضو كده بعض الواحدة جامدة بالشكل ده. قلت برضو يعني ان شاء الله كده اصلصها واحطها كده تنفعني خلال الاسبوع باذن الله، وممكن كمان تقعد معايا اكتر من اسبوع. طيب جبت كمان 2 كيلو برضو بقى ناشفة، ودي بقى للسلطات ويعني جنب الجبن وكده. وزي ما انتم شايفين برضو والله يعني مش ناشفة قوي ومش جامدة قوي، هي الطماطم كلها كده، بس انا يعني اعتبر نقيت احسن حاجة. وال2 كيلو دولت عاملين 35 جنيه. لكن لو هتشتري الكيلو لوحده بس في يعني في اليوم بتاع السوق الكيلو عامل 20 جنيه. طبعا بقى في الأيام العادية في محلات بقى الخضار والفواكه وكده سعر الكيلو ب25 وكمان بيوصل ل30 جنيه. أنا حاولت على قد ما أقدر كده أجيبها وسط على أساس يعني إن شاء الله كده يقضوا معايا الأسبوع بإذن الله. ده يا بنات بالنسبة لسعر الطماطم. طيب جبت كمان بقى 2 كيلو بطاطس عاملين 45 جنيه، وبرضو الكيلو لوحده عامل 25 جنيه. وفي طبعا بطاطس رفيعة كان الكيلو فيها عامل 20 جنيه، بس يعني الحقيقة هي صغيرة قوي. حسيت كده ان انا لو اشتريتها يعني وقشرتها مش هلاقي فيها حاجة خالص، فبالنسبة لي طبعا الحجم ده مناسب قوي. وكمان 2 كيلو برضو يعني بإذن الله على قد ما اقدر كده يقعدوا معايا خلال الأسبوع. وزي ما انتوا عارفين ان دي اساسيات برضو يعني ما ينفعش نستغنى عنها خالص، فلو هتجيبي حتى بكميات قليلة ضروري طبعا ان احنا يعني نجيب على قد احتياجاتنا. طيب البصل بقى بصراحة بدأ يغلى في السوق خالص، كل الناس كده كانت بتبيعه في اليوم ده ب10 جنيه الكيلو. بس انا لقيت البيعة دي كلها على بعضها كده يعني كان سعرها معقول شوية. هو مش احسن حاجة زي ما انتم شايفين، بس انا بالنسبة لي عادي يعني ان شاء الله كده هفرزهم معاكم برضو واحطهم في الفريزر. جبت كده 3 كيلو على بعض يعني بسعر 20 جنيه تقريبا، كان الكيلو ونص وزيادة ب10 جنيه. لكن في بقية السوق الكيلو ب10 جنيه، طبعا يعني كان أحسن من كده بكتير. جبت كمان الكيلو الصغير ده للشوربة، كان سعره برضو ب5 جنيه، سعره برضو حلو قوي. وإن شاء الله كده لو نزلت برضو تاني بإذن الله أجيب منه كمية، لأن أنا بحب البصل الصغير ده قوي. عاوزين بقى قبل ما يغلى يعني نحاول كده نفرز منه شوية، لانه فعلا لو غلي زي الطماطم والبطاطس لا بجد الوضع هيبقى صعب قوي. فعلى قد ما تقدروا كده حاولوا تشتروا كمية بصل كده حلوة اليومين دول وفرزوها بقى. وعايزة اقول لكم يا بنات انا بفرزه بجد وبيطلع ما شاء الله جميل، ومش بيكون يعني ليه ريحة ولا اي حاجة، بالعكس بيوفر عليا كمان وقت ومجهود كبير. ده بالنسبة بقى للأساسيات زي ما قلت لكم اللي هي البصل والطماطم والبطاطس. أما الفلفل بقى فغلي برضو الأسبوع ده، هو كان الأسبوع اللي فات كده كان سعر الكيلو ب10 جنيه، الأسبوع ده وصل لحد كده 15 جنيه، سواء بقى البلدي أو الفلفل اللي هو الحامي أو الفلفل الرومي اللي هو الكوب يا بنات. أنا بحب أشكل الكيلو كده دايما زي ما انتوا عارفين، بحب كده أشكل الكيلو من الثلاث أنواع. سعر الكيلو الأسبوع ده ب15 جنيه، زي ما قلت لكم هو غلي شوية، كان الأسبوع اللي فات أو لحد كده من كام يوم كان عامل 10 جنيه سعر الكيلو. بالنسبة لي طبعا الكمية دي برضو حلوة قوي خلال الأسبوع. وما جبتش بقى فلفل بصراحة ملون الأسبوع ده، عندي كمية كنت جايباها معاكم قبل كده ومفرزاها في التلاجة. وبمناسبة طبعا التفريز بتاع الفلفل الملون، يعني الحمد لله ان هو عجبكم، والطريقة دي بجد انا معتمداها بقالي سنين. طيب جبت كمان كيلو ونص بتنجان طويل المخلل ب10 جنيه،
وعايزة اقول لكم اي بقى بتنجان في السوق سعره زي بعضه، يعني الابيض برضو بتاع المحشي ب10 جنيه، الكيلو ونص ب10 جنيه. يمكن ده يعني يعتبر هو ارخص حاجة في السوق، هو والليمون، الحاجة الوحيدة بصراحة اللي سعرها كان رخيص وحلو قوي الاسبوع ده. احنا بالنسبة لنا زي ما انتوا عارفين بعمله كده في يعني بتنجان مخلل وبحطه في علبة، وبنسحب منه على مدار الاسبوع وبيقعد معايا كمان لحد اسبوعين ما شاء الله جميل. وعملته معاكم طبعا على القناة، لو حابين تعرفوا ازاي بعمله كده ان شاء الله هتلاقوا يعني الفيديوهات موجودة، جربوه يعني ان شاء الله، متأكدة انه هيعجبكم قوي. احنا بنحب كده اللهم صل على سيدنا محمد القتة بقى الصغيرة، انتوا عارفين ان انا دايما بجيبها معاكم صغيرة. ولكن للأسف يعني بصراحة ما لقيتش بقى الأسبوع ده خالص، اللهم صل على سيدنا محمد القتة اللي هي الصغيرة، فجبت كده الكبيرة دي. طبعا هي بيكون فيها بذر، يعني مش هكدب عليكم الصغيرة طبعا مش بيكون فيها بذر وبتكون مسكرة أكتر، بس يعني غالبا كده السوق كله ما كانش موجود فيه غير الحجم الكبير ده. الكمية دي برضو كانت حوالي كده كيلو ونص ب22 جنيه، هو الكيلو تقريبا كان عامل 15 جنيه. وطبعا حبايبي اللي متابعيني عارفين ان طول ما في قتة في السوق انا مش بجيب خيار خالص. اما بالنسبة بقى للخيار لو حابين تعرفوا سعره، فهو كان النهاردة سعره عامل 25 جنيه الكيلو. القتة طبعا احلى وفي نفس الوقت طبعا سعرها احسن بكتير. طيب جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد 2 كيلو بطاطا من سعر 15 جنيه، ولكن لو هتجيبي كيلو واحد بس فالكيلو عامل 10 جنيه. طبعا هي سعرها حلو قوي برضو، لان اول ما نزلت كانت سعر الكيلو 15 جنيه. انا جبت ال2 كيلو بقى دول ب15 جنيه. والحجم ده يا بنات حلو قوي الوسط، يعني بيكون جميل ومسكر كده، سواء بقى هتشويها او هتعمليها صينية. طيب جبت كمان ليمون، وكان بقى موجود كده في السوق يعني نوعين كده، نوع اصفر الكيلو طبعا فيه عامل 10 جنيه، وفي نوع تاني اخضر، الاخضر الكيلو ب15 جنيه. هو طبعا ما فيش فرق ما بين الاتنين، ولكن يعني الاخضر ممكن يكون مثلا ايه يعني بيستحمل وبيقعد في التلاجة شوية، فانا بحب دايما بصراحة اجيب الاخضر. فكنت اشتريت بقى الاصفر الاول لان ما كنتش لاقيه اخضر، ولما مشيت شوية طبعا لقيت الاخضر فاشتريت الكمية دي. وطبعا الليمون برضو من الحاجات اللي سعرها حلو جدا جدا اليومين دول، فعاوزين برضو ان شاء الله كده قبل ما يغلى يعني نحاول بقى على قد ما نقدر كده نفرز شوية، نفرز يعني شوية، ونعمل برضو برطمان مخلل. انتوا عارفين طبعا ان هو يعني الليمون من الحاجات اللي بتغلى كتير في الشتاء، فحاولوا كده على قد ما تقدروا تفرزوا منه شوية، بجد هينفعكم كتير. كان فيها حد من المتابعين طبعا اخواتي حبايبي سألتني قبل كده ازاي بفرز الليمون، لان كنت عاملاه معاكم تقريبا في القناة القديمة. فيا بنات انا بفرزه زي ما هو كده، بغسله كويس قوي وبحطه بقى في اكياس في التلاجة، وقبل الاستخدام او لو مستعجله عليه بطلعه بحطه كده في شويه ميه سخنين، بيفك معايا في يعني يا دوب 5 دقايق، 5 ثواني، نص دقيقة دقيقة بالكتير خالص، وبيكون معايا ما شاء الله بستخدمه وبعصره وبيبقى زي ما هو. ده بالنسبة بقى لكل الخضار اللي انا اشتريته النهاردة. نيجي بقى يعني بالنسبة بقى للفواكه، فانا بصراحة يعني ما جبتش كتير بقى فاكهة الاسبوع ده، لان بصراحة ما كانتش احسن حاجة وفي نفس الوقت غالية جدا. جبت كده العنب الكريس ده، يعني يمكن ده من الحاجات اللي كانت موجودة في السوق وعجبتني قوي، الكيلو ب35 جنيه. جبت كده كيلو ونص منه ب50 جنيه. عايزة اقول لكم العنب الكريس ده بيكون مسكر وجميل بشكل يعني حلو قوي، بس هو المشكلة الوحيدة فيه انه ملوش عمر خالص، يعني لما بيطول عن يومين بيطرى وبيبوظ خالص، بس يا بنات ريقه حلو ومسكر وطعمه زي العسل. جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد، جبت كمان كيلو بلح من اللي هو الاصفر ده. عايزه اقول لكم احنا لحد دلوقتي واكلين يجي 30 قفص من البلح ده، فعشان كده ما حبيتش اكتر منه النهارده، لانه بصراحه برضو يعني ما عجبنيش زي بقيه الايام اللي كنت بشتري فيها. بس لما غسلته ونقعته كده في شويه خل لقيت بصراحه ريقه يعني حلو قوي ومسكر وطعمه جميل، وكان سعره رخيص برضو جدا، كان ب30 جنيه. يعني مقارنة بقى بالأيام اللي فاتت كان سعره طبعا ب60 ووصل لحد 50 جنيه. هو برضو من الفواكه المسكرة اللي بيكون طعمها جميل جدا. الجوافة كمان كان سعرها 40 جنيه الكيلو. بس ما عجبتنيش قوي بصراحة في الأكل، فيعني قلت إن شاء الله كده إيه أعملها عصير للولاد بيحبوها طبعا بالزبادي أو بالحليب، بتكون حلوة جدا. جبت كده منها كيلو واحد بس ب40 جنيه.
وبصراحة بفكر يعني اشتري شوية برضو بإذن الله كده، يعني نفرصهم مع بعض بقى العصاير رمضان ان شاء الله. طبعا ما تقولوش لسه وقت، لسه بدري يا بنات. انا بحب طبعا اجيب فاكهة الموسم وافرصها، بتنفعني بعد كده كتير. بس بصراحة كنت قلقانة منها، خصوصا ان الجو حر قوي اليومين دول، وممكن مثلا اشتريها ولا قدر الله يعني الاقي جواها دود، فقلت استنى شوية. طيب جبت كمان كيلو ونص تفاح، تفاح اللي هو المصري او البلدي بتاعنا. ده حلو قوي وسعره برضو معقول ب40 جنيه. طبعا يعني قبل كده كان 7 جنيه وب10 جنيه سعر الكيلو كان بقى. فالحمد لله طبعا على كل حال، الله المستعان بجد. ربنا يا رب يرحمنا كده، ويعني يرحمنا يا رب ويعفو عنا كده، اللهم امين. والاسعار كده يعني تكون معقولة، علشان يعني باذن الله كده كل حد يكون نفسه في حاجة يجيبها باذن الله، وما يحرمش ولاده من حاجة. وربنا يرزقنا جميعا يا رب بالرزق الحلال، اللهم امين يا رب العالمين. جبت كده منه اللهم صل على سيدنا محمد كيلو ونص، كانوا عاملين 60 جنيه. وبالنسبة طبعا لسعر بقى التفاح الأحمر اللي هو المستورد، أنا سألت عليه برضو في نفس اليوم، كان سعر الكيلو فيه واصل ل70 جنيه. جبت كمان كيلو ونص كده خوخ، الكيلو يا بنات كان عامل 40 جنيه، يعني الكيلو ونص عاملين 60 جنيه. برضو كان حلو، ويعني من الحاجات برضو أو الفواكه اللي خلاص يعني قربت بقى تمشي، طبعا هو والمشمش. أنا بصراحة فوجئت إن لقيت مشمش، لأن بقالي فترة كده ما كنتش شايفاه خالص في السوق. ف وطبعا يعني فاتني خالص بصراحة إن أنا أعمل منه مربى أو أفرز منه شوية، ويمكن دي أول سنة تحصل معايا. بس الحمد لله طبعا على كل حال، يعني كنت بمر كده بشوية تعب خلال الشهر اللي فات، فما كنتش بصراحة يعني عندي طاقة ان انا اعمل اي حاجة. فالحمد لله يعني لقيت كده شوية النهاردة كده، قلت بقى ايه يعني اخر مرة ان شاء الله كده نجيب بقى فيها مشمش، لان هو خلاص يعني بيروح. فطبعا رجع يغلى تاني، فجبت بقى الكمية دي كيلو ونص. الكيلو فيه عامل 50 جنيه. وبرضو الكمثرى للي بيحبها كانت عاملة 25 جنيه. وأي نوع مانجا برضو يا بنات كان موجود في السوق، كان عامل اللهم صل على سيدنا محمد، كان عامل 25 جنيه. لكن المانجا العويسي كانت عاملة 30 و35 اللي هي الكبيرة قوي. بالنسبة برضو للموز كان سعره عامل 20 جنيه. يعني حاولت كده اعرف لكم الاسعار برضو علشان اعرفكم قبل ما تنزلوا تشتروا باذن الله. ده بقى بالنسبة للفاكهة والحاجات اللي انا جبتها النهاردة. جبت كمان 6 حزم او ربط ملوخية. التلاتة كانوا عاملين 10 جنيه، انا جبت الستة ما شاء الله ب20 جنيه، سعرها حلو قوي. وان شاء الله دولت بقى يعني هيبقوا بقى اول تفريزات رمضان معاكم لو احيانا الله كده في الفيديو الجاي. وبصراحة السوق كان غالي جدا جدا النهاردة، كان في حاجات معقولة وفي حاجات غالية جدا فوق المتوقع. طبعا يعني هاتوا التزاماتكم او طلباتكم على قد طبعا احتياجاتكم، ما تكتروش خالص طول ما الاسعار غالية كده. يعني يكفي من كل حاجة كيلو ونص 2 كيلو معقول قوي. لحد كده ان شاء الله يمكن ربنا يرحمنا من الاسعار ديت والدنيا تهدى شوية. بس على قد ما اقدر ظبطت اموري وجبت الاساسيات زي ما شفتوا وبس كده. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، امانه عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي منه حطي لايك واشتركي في القناه، اكتبي لي تعليق حلو من اللي بيفرحني ويشجعني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير في الروتين الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.